عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا جايين نعمل عيد ميلاد ماما وعيد ميلاد القناة، عشان ماما فاتحة القناة يوم عيد ميلادها. احنا حضرنا الحاجة اهو. هي دلوقتي في الشغل، زمانها جاية، كلمتنا قالت لنا اللي هي زمانها جاية. احنا حضرنا الحاجة وعلقنا البالونات. هي دلوقتي اول ما ترن الجرس احنا هنطفي النور وهي ترن الجرس وهنفاجئها. خلوكم معانا. طفينا النور اهو، هي هتدخل دلوقتي بقى وهنفاجئها. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله. طافيين النور ليه؟ ولا النور قطع ولا ايه؟ لا احنا مش طافيين. امال في ايه؟ هابي بيرث داي تو مامي. هابي بيرث داي تو يو. عاملين ايه؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده كله؟ ايه الحاجات دي؟ كنت بتصوري فيديو؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انا دخلت دلوقتي لسه جايه، لقيت الولاد عاملين لي العيد ميلاد. انا عيد ميلادي النهارده وكمان عيد ميلاد القناه. كنت فاتحه القناه نفس يوم عيد ميلادي. فطبعا هتكلم معاكم كتير. هنقعد كده نظبط الدنيا وهنتكلم مع بعض كتير بخصوص العيد ميلاد ونحتفل معاكم النهارده بعيد ميلادي وعيد ميلاد القناه. خليكم معانا. طبعا حبايبي، انا مبسوطه جدا ان انا النهارده بحتفل بعيد ميلادي معاكم، او الولاد بيحتفلوا لي بعيد ميلادي معاكم. وكمان عيد ميلاد القناه. عايزه اقول لكم ان انا كده في بدايه الكلام كده سني وصلت كام سنه؟ وصلت 36 سنه. الايام بتجري بسرعه والعمر بيجري بسرعه. كنت لسه اول امبارح بنت الجامعه وبنت الثانويه العامه. دلوقتي ما شاء الله بنتي في اعدادي، يعني في اولى اعدادي. فالايام بتجري فعلا بسرعه. بالنسبه للقناه وفتح القناه، طبعا انا دلوقتي كملت سنه في فتح القناه. تجربه هقول لكم دلوقتي على الحلو والمر بتاعها. طبعا الحلو بتاعها هو النجاح حلو جدا جدا جدا. المر بتاعها كان كتير جدا. القناه محتاجه صبر، محتاجه يعني محتاجه قد ايه وقت برضو كتير، محتاجه مصاريف. لان الشغل في القناه بتجيبي خامات، سواء يعني بتعملي هاند ميد او بتعملي طبخات معينه. مش هينفع تكتفي بشغل البيت فقط. لازم عشان تقدمي محتوى كويس لازم تقدري تجيبي او تصرفي على القناه، غير الادوات اللي بنستخدمها كحامل للكاميرا ومش عارفه ايه، شحن النت اوقات كتير. ممكن نشحن الباقه مره واثنين وثلاثه عشان نقدر نتواصل مع القناه. مش عايزه اوجع لكم دماغكم، بس في الاخر النجاح حلو. طبعا انا اول ما نزلت اول ما فتحت القناه سميتها سوبر مروه وزهره، لان اسم زهره ده كان يعني كده دلعي وانا صغيره، فكنت بحبه جدا. فقلت لا، انا هسمي القناه على اسمي الحقيقي مروه، وعلى اسم دلعي وانا صغيره كانوا بيقولوا لي زهره. وكمان في حد كده، واحده جميله جدا بحبها موجوده على اليوتيوب من المتابعين، كانت اسمها زهره لاحدى القنوات. وكمان انا كنت يعني بحبها لله كده، فقلت لا، انا اوكي الاسم ده كده بيتواصل معايا وانا صغيره، ووصل معايا كمان ان انا لقيت حد حبيته على اليوتيوب بالاسم ده. عامه ده سر اسم القناه سوبر مروه وزهره. اما بالنسبه لسبب فتح القناه، طبعا يمكن انا اتكلمت قبل كده كتير في الموضوع ده، وقلت ان هو حاجه بتساعدني على كان طبعا فتح القناه ساعدني كتير في ان انا احقق دخل جنب مرتبي او جنب شغلي. ناس كتير فاتحه قنواتها عشان كده، ان هي تبقى مساعده لمصاريف البيت. فطبعا ربنا يعين الناس كلها، كل واحد يوصل اللي هو عايزه. القناه بتاعتي دلوقتي وصلت لي تقريبا 28,000 مشترك. في ناس القنوات بتاعتها في سنه او في اقل من سنه بتعدي ال100,000 وبتاخد الدرع، وفي ناس بتعدي عليها سنه او سنه ونص ما بتبقاش لسه حققت الشروط ولا عملت حتى 5000 مشترك. القناه على اليوتيوب بتبقى يا جماعه والله بالحظ كده. يعني مجهودك ومحتواكي بيفرق، لكن مساله ان انا اوصل للدرع، او ان انا مثلا اوصل ل100,000 مشترك او كده، بتبقى حسب النصيب. كل واحد بياخد نصيبه فعلا. القنوات دي بتبقى حظوظ، في ناس تضرب معاهم وفي ناس بياخدوها خطوه خطوه وبرضه بيوصلوا. على اي حال ربنا بيدي كل حد على قد تعبه وعلى قد شقاه.
انا شفت في القناه دي تعب كتير جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا جت عليا ليالي ما كنتش بنام، كنت مسافه ما انام الساعه اصحى تاني عشان اتابع الفيديوهات واتابع الكومنتات وكمان ابدا ان انا اشوف الشروط، مشاهدات لبعضنا على جروبات عشان خاطر نحقق الشروط في الاول. جت عليا ليالي صعبة جدا، طبعا مع شغل البيت مع الشغل الخارجي، دي بتبقى يعني ضغط جامد على الأعصاب، ان انت عايز توقف حاجة على رجليها او تأسسها لحد ما تتفعل ويتحقق عليها الربح. احنا بدأنا بالقناة لازم نحقق الشروط، ثم بعد كده لما بنحقق الشروط اللي هم 4000 ساعة و1000 مشترك لازم ان احنا تدخل مراجعة عند اليوتيوب يتراجع. لما بيتوافق على مضمونها بيبدأ ينزل اعلانات، وهو ده الربح اللي بيجي لنا بعد كده من خلال الاعلانات كل شهر. طبعا شفت في القناة حاجات كتير قوي. اكتر حاجة عجبتني على اليوتيوب هو العالم، ان هو يبقى عالم مفتوح، وازاي ان انت بتستفيدي بافكار كتير من قنوات كتير اجنبيه وعربيه وخليجيه. دي اكتر حاجه. الحاجات اللي بتضايقني على اليوتيوب طبعا هي الخروج عن المحتوى، وان احنا يعني نبدا نبص لحاجات تانية، او ان احنا نبدا ننتبه نبص على بعض. النجاح حلو يا جماعه، فيا ريت كل واحد بدل ما يبص على التاني يبص قدامه، ولو هيبص على التاني ويقلد اوكي مفيش مشكله، طالما هيبقى التنافس في الحاجه الكويسه ما فيهاش مشكله. اهم حاجه التنافس، يبعد عن الحاجه اللي هي مش كويسه او الخروج عن الحدود المألوفه. عايزه اقول لكم برضو من ضمن الحاجات اللي انا شفتها في القناه، طبعا كل القنوات بتشتكي من التعليقات السلبيه اللي بتيجي. انا بالنسبه لي اي تعليق سلبي او لو في انتقاد بادب وايجابي انا برد عليه، لكن لو شتيمه وتعدي انا بعمل بلوك على طول وبريح دماغي للي بيبعت التعليق ده. كمان تحميل الفيديوهات يا جماعه، والله عايزه اقول لكم ان دي حاجه مشكله صعبه جدا. انا ممكن اتعب في فيديو ساعه ولا ساعتين ولا 3 ساعات، وبعدين الاقي الفيديو اتمسح بمجرد ان انا بظبط او ببنتج فيه، ايدي تيجي على زرار غلط فيتمسح، او ان انا اخزنه ما لاقوش اتخزن. حاجه بقى بتحصل في البرمجيات بتاعه التليفون. برضو من ضمن الحاجات اللي تعبتني قوي في القناه ان انا ممكن النت يفصل عندي، وفصل قبل كده كذا مره، يفصل من المنطقه اللي انا فيها طبعا. فلما بيفصل الواي فاي فلازم ان انا اروح احمل من مكان تاني، لدرجه ان انا كنت ممكن اروح عند قرايبي عشان احمل لكم، او ان انا اقعد في الكافيه عشان احمل لكم فيديو او حاجه زي كده. جت عليا ايام كتير حسيت بالتلج وحسيت بالمطره، مش قادره ان انا اتدفى في بيتي عشان اقدر ان انا احمل الفيديو من اي مكان، مثلا في كافيه او كده، لان طبعا الواي فاي فاصل عندي. يعني شفنا ليالي كتير قوي صعبه، والحمد لله برضو عشان كده بقول لكم النجاح حلو جدا. طبعا النهارده اول سنه للقناه، بشكر كل المتابعين اللي معايا على القناه، بشكر كل الناس اللي بتدعمني على القناه. عندي اسامي كتير للمتابعين حباهم جدا، ومش عايزه اقول اسامي عشان محدش يتضايق ان انا ذكرت اسمه، ولكن هم عارفين نفسهم، قريبين مني جدا. ام محمد، ام وائل، ام لوجي، دينا حبيبتي، دينا بتاعت امريكا، ناس كتير يا جماعه والله مش عايزه انسى اسم حد. مدام اشرف مكي، يعني بصوا في مجموعه ناس كتير معايا على القناه قد ايه بحبهم. وبرده في بعض الزملاء من اليوتيوبرات الجمال، اولهم طبعا الاستاذه مريم يحيى بشكرها جدا، وكمان بشكر كل حد دعمني في القناه ديت من القنوات الكبيره اللي ربنا يجازيهم خير. هنحتفل دلوقتي مع بعض بقى بالعيد ميلاد، انا مش عايزه اطول عليكم. احنا هنقطع التورته بقى مع بعض، وهنشرب الحاجه الساقعه بقى، وهنعمل العيد ميلاد بتاعي. انا كملت زي ما بقول لكم 36 سنه، 36 سنه ما بين طفوله وما بين ما بين جد وما بين شغل. كان غالبيتهم بالنسبه لي انا شغل وجد ومسؤوليه، فالحمد لله ان ربنا جعل لي نصيبي بالشكل ده. بحمد ربنا على كل حاجه حلوه وكل حاجه وحشه بعتها لي، الحمد لله على كل حال، وربنا يخلي لي اولادي ويخلي لكم اولادكم. وما تنسوش بقى تدعموا معايا القناه لحد ما نوصل 100,000 مشترك، واخد الدرع وافرح بيه. ربنا يبارك لكم يا رب في اولادكم، ويرضيكم زي ما بتراضوني دايما باللايك بتاعكم، بالشير للفيديو، وبتدعيمكم ليا، وبتعليقكم اللطيف اللي بتسيبوه لي تحت كل فيديو.
يلا بينا بقى نقطع التورته. يلا بينا. يلا بينا. يلا امسكي يا روشي، تعالي كده. طبعا اللي بتصور لنا دلوقتي حنين يا جماعه. هم كانوا صوروا برضو جزء، برضو هحطه لكم في اول الفيديو عشان هم يبقوا مبسوطين ان هم طبعا صوروا يعني ان هو شغلهم يعني اتحط وكده. تمام. وكمان يعني على قد ما نقدر بقى ان شاء الله باذن الله هنسيب لكم كده كل حاجه عملناها في الفيديو ده عشان تبقوا حضرتوا معانا كل حاجه. اللي كان بيصور في اول الفيديو يا جماعه لو التصوير ما عجبكمش كان عمار ابني، كانوا البنات هم اللي بيصوروا وهم قالوا لي هو اللي صور في اول الفيديو، فانا بقى مش هشيل الشغل بتاعه اللي هو عمله في التصوير، هسيبه لكم ان شاء الله باذن الله. الفيديو كله يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. يلا بينا. يلا بينا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه. كل سنه طيبه. انت حبيبي بص. كل سنه انت طيب يا حبيبي. كل سنه طيبه بقى يا ماما. وانت طيبه يا حبيبتي. باي باي. كل سنه وانت طيبه يا حنين. يلا اعملوا الناس كلكم باي باي. باي باي. باي باي. Happy birthday to Mama Marwa. Happy birthday to Zahra. Happy birthday to Mama. Happy birthday to you. يلا حالا بالا بالا هيا بالفصل، هيكون عيد ميلاده الليلة أحلى الأعياد، فتحيا بالفصل. كل سنه وانتم طيبين حبايبي.